Mosaïque FM Podcast. سايسخو. أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. في هذا الموجز الإخباري سنقوم بتغطية خاصة للأجواء في فرنسا بعد نتائج الانتخابية. هذاك علاش ندوروا من منطقة لمنطقة، يعني المكان لمكان في فرنسا، مراسلين موجودين ونشوفوا شنو هي الأجواء غادي. نبداو إذا مراسلنا أحسن سمانتا الموجود الآن في فرنسا وبالتحديد أمام مقر فرانس 2. يعني أحسن سمانتا شنو هي الأجواء يعني الآن أمام مقر فرانس 2 يعني قدام السياج؟ وقلنا سليم حسين اللي بالضبط اورفوام كومونتينيفو معاك احسن سمانتا مقدم مقر الذاعه والتلفزه الوطنيه 2 فرانس 2. هنا قدام السياج الصباح بكري يجوا جماعه ملتحمين بالضبط حاطين في قلبهم، جابوا خيم حطوهم قدام فرانس 2 وعاملين اعتصام كل بالضبط. اودي شارع على ماكسيموم قدام السياج تاع فرانس 2. واضح احسن سمانتا، لكن لو كان تفصلنا شنو سبب الاعتصام هذا قدام السياج تاع فرانس 2، يعني شنو مطالبهم وشنو حابين يعني جماعه المعتصمين؟ والله يا حسين حكيت معاهم الجماعه ذوما الملتحمين بالضبط اللي عاملين الاعتصام، قال لك عاملين اعتصام ينادوا تطهير اعلام، فهمتني؟ قال لك فما برشا مذيعين يخدموا هنا في فرانس 2 خدموا قبل وناشدوا النظام السايق نظام ساركوزي. يعني مطلبهم الاولاني والاساسي هو تطهير الاعلام، فهمتك؟ وشنو هي الشعارات يعني سمنت اللي هازينها الجماعه الملتحمين هذوما بالاعتصام؟ ربي حسين تنعطيك على حد سواء فكره على الشعارات. فما شعار قاعد يدور من الصباح: يا اعلام جاك نهار فرانس 2 عملت العار. فما شعار يقول بالروح بالدم نفديك يا الحكومه. وفما شعار اخر يقول يا هولندا سير سير واحنا معاك بالبندير، فهمتني؟ هذه هي الاجواء قدام فرانس 2. كل ما ثم حاجه جديده حسين تنمدك بها غاطور. يعني شكرا لك يا خويا سمانتا. ما زلنا في التغطيه يعني هذه لنتائج انتخابات في فرنسا. ادخل نمشيو للباستي والموجود يعني مراسلنا حبيب ميغالو يعطينا شنو هي الاجواء الان في الباستي. ميغالو شنو الاجواء في الباستي؟ هاودي كومونتينيفو يا حسين، معاك حبيب ميغالو. هاودي اكزاكتومون من الباستي. هاودي في الباستي لهنا داخله بعدها. هاودي جماعه معتصمين قاعدين في القاعه والاعتصام هذا حسب ما سموه باستي. هاودي في الصباح جاوا جماعه على ساقيهم سموا الحافله تاعهم حافله الاحرار، جو مليون على ساقيهم، جو توهم قاعدين في الباستي وعنده برشا مطالب يا حسين. هاودي هنا شين على الماكسيموم. فهمتك يا ميغالو، معناها نفهم من كلامك اللي هما سماوه اعتصام الباستي واحد يعني. والمعتصمين هذوما شنو المطالب نتاعهم يعني؟ هاودي نقول لك يا حسين ونحط لك وجود. هاودي المعتصمين حكيت معاهم من الصباح قال لك في الباستي ما نشوفوك في الاعتصام هذيا الا ما يحققوا لهم المطالب تاعهم. المطالب تاعهم هي على حسب الاتي: هاودي قال لك بريميرمون محاسبه ازلام النظام السابق تاع ساركوزي. اثنين قال لك عزل الولاة والعماد يحبوا. هاودي اخر حاجه قالوها مزيانه قال لك يحبوا تبديل باباسات من الكنائس. فما برشا باباسات كلهم مع ساركوزي كي طلعوا في الكنيسيه بدو يسكنوا فيه ويمحوا فيه. هاودي قال لك سكن ساعه لازمهم يتبدلوا. فهمتك يا ميغالو، لكن لحظه برك شو قص عليك. طبعا خبر عاجل وصلني الان من عند بيا الذبه اللي موجوده من امام المحكمه الابتدائيه بمارسيليا، تقول المحكمه قررت انها تحكم تصرف قضائي على كل متفا وفرانس تيليكوم يعني. وكذلك خبر اخر وصلني تو، الخبر يقول كذلك اللي تم تجميد ارصده بن حسن ساركوزي الكل. وكذلك خبر اخر يقول اللي الجيش وبقياده ريشارد اماري مكن من القبض على 7 قناصه فوق توريفال. هات نكملوا نمشيو مع مراسلنا الموجود في مونبلييه، مراسلنا فتحي بوجناح. فتحي بوجناح شنو الاجواء في مونبلييه يعني؟ مرحبا بك يا حسين ومرحبا باللي قاعدين يسمعوا فينا الكل. فتحي بوجناح معاك توا من مونبلييه. في مونبلييه توا من الصباح بكري وانا قاعد غادي جماعه مسكرين اثنين الكل من الصباح وما قاعدين على السكه نتاع تجربه نتاع مونبلييه. قال لك يترينوا ورحمه تمي لو متعدي وقف قاعد توا الناس الكل واقفه. قال لك ما يتعدى ترينو الا ما يحققوا لهم الاهداف نتاعهم والمطالب نتاعهم. المطالب نتاع جماعه المعتصمين هذم هو انهم يخدموا لهم الاولاد نتاعهم والصغيرات نتاعهم في معمل فوسفات مونبلييه. خويا حسين كلنا في حاجه جديده تو نمدك بها. كان معاك فتحي بوجناح. شكرا لك فتحي. ادخل نمشيو للنيس والموجود زميلنا الاسعد داوود العمشه. الاسعد شنو الاجواء الان في نيس؟ حسين لاباس. في نيس هنا كما يقولوا فيها الشارع. المتساكنين خرجوا في وقفة احتجاجية لكن في الأصل هي سلمية. متساكنين نيس هبطوا يطالبوا بمطلب وحيد هو أنهم إعادة النظر في قضية أو ما يعرف بحادثة براكة النيس. هاي هنا الجماعة الكل خارجين وكل ما ثم حاجة جديدة خويا حسين تو نقول لك عليها وأنت عادها في المباشر. باي اوكي ود العمشه مشات معك. عفوا اعزائي المستمعين، لكن قبل ما نختموا نشرتنا الاخباريه هات خلينا نسمعوا ونشوفوا الاجواء في الشانزليزيه كيفاش بدون مراسله. اوفا يا جماعه لازم تسكريوا الحريه. اوفا الحمد لله. يا زميكري اللي يظلموكم، يا حارقين اللي يعذبوكم، يا زميكري اللي يحقروكم، كره من كره وحد من حب. اوفا ساركوزي هرب، اخرج تفردوا دوروا
بلاش ديكتاتور سيجور. الحمد لله الشعب الفرنساوي يتنفس حريه. وينكم يتكلموا يا جماعه يتكلموا. اونفا سيركوزي هرب. Mosaïque FM Podcast.